في ربيع سنة 1791 وقبل ما يموت بكم شهر بدأ الموسيقار الألماني العبقري فولفغانج أماديوس موتزارت بتأليف أوبرا الناي السحري. وتعاون موتزارت في كتابة النص أو الليبريتو مع إيمانويل شيكانيدر اللي كان ممثل وكاتب ومدير مسرح، وكمان كان صديق شخصي لموتزارت. والعرض ده تحديداً كان مكتوب من الأول عشان يتعرض على مسرح شعبي من مسارح ضواحي فيينا. لو اتفرجنا على الأوبرا أو قرينا نصها أو حتى عرفنا القصة باختصار هنلاحظ إن موتزارت وشيكانيدر اعتمدوا على فكرة بتخلط ما بين الحقيقة والخيال، وكانوا قاصدين بشكل واضح إن الناي السحري تضم مجموعة كبيرة من الرموز والتفاصيل والفلسفة العميقة اللي بتناقش الصراعات ما بين الخير والشر، وما بين النور والظلام، وما بين المعرفة والجهل. عشان كده أوبرا الناي السحري لحد دلوقتي مثيرة للجدل جدا على مستوى تفسير رموزها. وعلى مدار أكتر من 200 سنة طلعت نظريات كتير بتحاول تفسر المقصود ببعض الشخصيات وبحقيقة الصراع اللي بتتكلم عنه الأوبرا.